السلام عليكم ورحمة الله. حنا اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 11 جماد أول 1445. اليوم أتكلم عن الحملة اللي تشيطن السعودية من قبل بعض لا مو بعض كل الشياطين. وبي أقول كل يوم طالع لي ابن قحبة، كل يوم طالع لي ابن شرموطة، كل يوم طالع لي ابن باعة هوى، كل يوم طالع لي ابن مومسة، كل يوم طالع لي ابن شلكانة، كل يوم طالع لي ابن كاولية في وسائل التواصل الاجتماعي. ترى حنا نعرف أصولكم ونعرف أنتم منين، ونعرف السياحة اللي لعبت في بعض الدول وجابتكم لنا. أنتم مجرد همج ورعاع وعيال أولاد شقق مفروشة وأولاد فنادق وأولاد سياح، وما عليكم إلا تدورون جذوركم وأصولكم، وما فيكم واحد شجاع يقدر يسوي تحليل الDNA. هذا نقطة خلصنا منه يا عيال القحبات. نرجع لمقاطعة ستاربكس هذا شركة سعودية مستأجرة الماركة ويبوني أقاطعها من أجل فلسطين. طيب أنا إذا قاطعت الشركة هذه وش اللي ينتج منها؟ عدم مبيعات، صح؟ معناته أنه بيصرح نص الموظفين. طيب نص الموظفين شباب سعوديين، أنا تبيني أكون واحد من الأسباب بقطع رزاقهم؟ تبيني أتسبب بفصلهم من ستاربكس لأن ما عاد تبيع ستاربكس علشان سواد عيونك؟ أبوك لأبو عيونك. أنا ما قاطع ستاربكس عشان ما يفصلون السعوديين بسببك، وأنت ما تستاهل ريال. ثاني شيء في موضوع مهرجان يسمونه مهرجان الكلاب، اللي هم كلاب نفسهم. شوف العرب، عشان أوريكم أنكم أنتم عرب ولا تعرفون بالعروبة شيء. العرب قديما وسائل الصيد عندهم اثنين، اللي هو طائر الصقر، واللي هو كلب الصيد اللي اسمه سلوقي. هذه وسائل الصيد قديما عند العرب، يعني ما راح واحد يصيد أرنب برمح، مو معقولة. فوسائل الصيد هي السلق والطيور، وهذه عند العرب الأقحاح من قبل الإسلام إلى الإسلام إلى ما بعد الإسلام إلى اليوم. وسائل الصيد والترفيه هي الطيور والسلق. لأن أنتم ما تعرفون، أنتم لوق، يعني أنتم الواحد منكم لوقي، لا كلب ولا سلوقي، يعني لا ينبح ولا يصيد. يعني أنتم لا تعرفون الكلب ولا تعرفون السلوقي ولا تعرفون اللوقي، لأنكم عيال شرنيط. هذا نقطة. النقطة الثانية، لما تجون تشيطنون السعودية، يا حبيبي احنا نعرف بغضكم للسعودية وشو. ما في دول ثانية مطبعة مع إسرائيل ما تكلمتوا ولا تظاهرتوا ضدها ولا سبيتوها ولا شتمتوها، والسعودية لا زالت ما هي مطبعة تشتمونها بالليل والنهار. أنتم مشكلتكم المال، هذه عقدتكم بالحياة، لا وطن ولا هم يحزنون. الشيء الثالث يا حبيبي، إذا بغينا نحلل شخصياتكم أنتم اللي بتويتر حسابات كثيرة، بعضكم خليجيين بس بالأصل ما هم خليجيين، أو إن عروقهم مضروبة بدون ما حد يعلم عنها، يعني عروقهم منجسة أو لاطشهم عرق. على كل حال هذه موضوع آخر. نجي الموضوع حماس والأسرى واللي صار في 7 أكتوبر. شوف، خالد مشعل تنصل، وإسماعيل هنية تنصل، وموسى أبو مرزوق تنصل، وكمال الخطيب تنصل. 4 هذول اللي تنصلوا من السالفة. اللي يحطها بظهر عز الدين القسام، واللي يحطها بظهر الجناح المسلح، واللي يحطها بظهر المواطنين، كلهم تنصلوا. وموسى أبو مرزوق يقول يوقفون القصف وحنا ما لنا أي مصلحة بالأسرى نسلمهم، ما أصلا ما نبيهم. خالد مشعل يقول بعض الناس أخذوا أسرى ما هم ضمن المجموعة المسلحة. إسماعيل هنية
يقول فيه أسرى ما هم عندنا، ما نعرف عنهم شيء، يعني تنصل. إذا 4 مسؤولين تنصلوا منها هالكارثة، ويجيني واحد فاتح له حساب بتويتر أو فاتح له قناة على اليوتيوب ويقول لك حماس انتصرت، إذا مسؤولينها تبرأوا منها ومن انتصارها وقاموا مسؤولينها يقبلون الجزم والأحذية عشان يوقف القصف وعشان يعطون اللي عندهم من أسرى. طيب حنا شفنا مقطع تسليم الأسرى، 7 عجايز حسب الإحصائية اللي وردت من إسرائيل بأعمارهن، طبعا كلهن تجاوزن 75 وفيهن وحدة عمرها 85. هذا ايش تبون بها؟ وأطفال من 6 شهور إلى 9 سنوات، هذول أسرى طبعا. هذه من يسويها؟ هذه ما يسويها غير ولد شوارع عربجي، هذا ما يسويها غير قطاع طرق. لا، حتى قطاع الطرق ما يبيها، قطاع الطرق يمكن ياخذ اللي معك ويخليك، أو ياخذ اللي معك ويربطك ويخلي ورعانك عندك، ما ويقول لهم إذا بعدت افتحوا فكوا قيده. هذا ما يسويها حتى قطاع الطرق مع الأطفال، لكن يسوونها الفلسطينيين. عشان أثبت لكم في النهاية أنكم ما أنتم عرب، كلكم اللي تشتمون المملكة، ولا أنتم عيال حلال ولا أنتم مسلمين. شوف، ولد الحلال العربي ما يتمنى للعربي إلا كل خير، والمسلم ما يتمنى للمسلم إلا كل خير. هذه فرغنا منها عشان أثبت لكم أنكم ما أنتم عيال حلال ولا أنتم مسلمين، منين ما كنتوا تكونون ومن أي جنسية تحملونها. لأن المسلم ما يقذف المسلم، والمسلم ما يشتم المسلم، والمسلم ما ينكر حق المسلم، والمسلم ما يخون المسلم، والمسلم ما يكذب على المسلم. أنتم كلهن هذيل سويتوها بدون تردد، بدون أي وعظ لا ديني ولا أخلاقي ولا أي شيء، كلهن سويتوها. هذا دليل على أنكم ما أنتم عرب ولا أنتم مسلمين. على الله أبوكم لا أبو من جمعكم، لا أبو حتى من عطاكم جوالات وخلاكم وخلى السوشيال ميديا بيديكم وتسجلون مقاطع لليوتيوب ولا الوسائل وللتيك توك والوسائل جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتشيطنون المملكة. المملكة خيرها عليكم، واللي على ظهوركم من ملابس من خير المملكة، والجوالات اللي بيديكم من خير المملكة، والتلفزيونات اللي جلستوا عليها من السبعينات للثمانينات للتسعينات لليوم من خير المملكة، والنار حتى النار اللي تدفون عليها جعلكم للنار وغضب الجبار، النار اللي تدفون عليها من المملكة. المملكة السعودية العربية لها فضل عليكم، لكن انتم ما لكم فضل عليها أبدا. حتى الكلمة الزينة ما قلتوها بحقها، لأنكم عيال شراميط وعيال قحاب وعيال ممسات وعيال شقق وعيال فنادق مفروشة. منتم عيال حلال أبدا. عيال الحلال ما هذا طبعهم ولا هذا. تبي تصير مثل أخلاق، حتى أخلاق الجاهلية ما أنتم مثل أخلاق الجاهلية. عمرو بن ود يقول لعلي بن أبي طالب، من الرجل قال لعلي بن أبي طالب، قال يا علي بيني وبين أبيك ود لا أريد قتلك. يعني في صداقة بيني وبين أبوك، وأبوه متوفي. أبو جهل قالوا له اقفز هذا الجدار افتح لنا الباب نبي نقتل محمد نايم في الداخل. قال واللاتي والعزة لن تقول العرب إن أبا جهل روع نساء محمد. شوف العنف العربية والأخلاق اللي ما هي عندكم طبعا. الوليد بن المغيرة قال بروح لمحمد أشوف ايش عنده. راح لمحمد قال له أنت نبي؟ قال نعم. قالوا تقول يجيك وحي؟ قال نعم. قال سمعني. سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. وطبعا مشركين مكة وقريش قالوا له أنت ساحر، يقولون لمحمد، وأنت شاعر، يعني تألف الكلام. فراح الوليد بن المغيرة له وقال سمعني. سمعه ورجع الوليد بن المغيرة لقومه. قالوا له ها وش لقيت عند محمد؟ شوف ما قال ما يفهم وما يعرف ويبي يضيعنا، لا. قال والله إني لا أعلمكم بالشعر وما هو بشعر، وأني أعلمكم بالسحر وما هو بسحر، وأني أعلمكم بالبلاغة وما هو بلاغة، يعني بلاغة ناس عاديين، هذا بلاغة ربانية. شوف ما ينكرون حق أحد اللي هم الجاهلية. سيبك من الكفر، احنا ما نقول يعني حسابهم عند ربهم ما لنا علاقة فيه، لكن حنا في أخلاقهم العربية البدوية.
هذه أخلاق الجاهلية، ولا أنت ما عندك أخلاق؟ أنتم ما عندكم أخلاق، كلكم حوش، كلكم عيال فنادق وعيال شقق مفروشة وعيال قحبات وعيال ومنطلقين بوسائل التواصل الاجتماعي سب وشتم بالمملكة. لو أنك ابن حلال وابن فراش وغطاء وابن عرس وملك ما سبيت، لكنك ابن شرموطة ابن قحبة منين ما كنت تكون وأي جنسية تحملها. تسب المملكة أنت ابن قحبة، تسب المملكة أنت ابن شرموطة، تسب المملكة أنت ابن مومس، تسب المملكة أنت ابن بائعة هوى، تسب المملكة أنت ابن شلكانة، تسب المملكة أنت ابن كاولية. لا أبوكم لا أبو من جمعكم. والسلام عليكم ورحمة الله.